طبعًا النوع الأول أكتر العلاج بتاعه بيبقى عبارة عن تدريبات سلوكية للأطفال، حاجات ليها علاقة بالتحكم في شرب المَيّة قد إيه قبل فترة النوم، عادات ليها علاقة بإنه لازم الطفل يدخل الحمام قبل ما يدخل السرير فورًا، بعديها بساعة بنبتدي نصحّيه تاني علشان يدخل الحمام، ونبتدي نعمل له زي ثواب وعقاب، كل لمّا الطفل يبقى ناشف أكتر، كل ما بنعدّي ليالي أكتر، ده بيبقى الطفل بيُثاب عليه، وبنخلّيه يعمل زي جدول ممكن حتى نعمله بالنجوم الstickers أو كده، الحاجات اللي الأطفال بتحبها، إنه الليلة اللي بيبات فيها ناشف نبتدي نحط الsticker، الليلة اللي بيبات فيها حصل عندنا مشكلة تبوّل بالليل ما بنحطش الsticker، وبعدين في آخر الأسبوع بنبتدي نشوف هل الليالي اللي قدر يمسك فيها نفسه أكتر والّا لأ. ده بيبقى نوع من أنواع التحفيز للجهاز العصبي في العلاج السلوكي، بحيث إنه الطفل يقدر إن هو يتابع نمط السلوك اللي بيحصل معاه ده. بالنسبة للنوع التاني، النوع التاني بيحصل ثانوي لاضطرابات تانية، فأنا لازم أعرف ليه ظهر المشكلة بتاعة التبول اللا إرادي من النوع التاني، لأن حلّها هيبقى هو حل المشكلة اللي سببت هذا التبول اللا إرادي للطفل. لازم نركز مع أولادنا ونعرف المشكلة جاية منين علشان نقدر نساعدهم، لأنه صحة ولادنا النفسية نعمة ولازم نحافظ عليها.